السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بالجميع في قناة ترند الخليج. هذه القناة التي نحاول قدر المستطاع وضعكم في الصورة ووضعكم في الحقيقة. منذ حوالي 48 ساعة إلى الآن، هناك صفحات بموقع تويتر تنصب لنفسها أن لديها مصادر عديدة، سواء في القصر الملكي السعودي الذي ليست لأي بشر على هذه الكرة الأرضية معلومات سوى يعني حلقة ضيقة جدا من الأمراء، وضيقة جدا جدا، تعلن عن وفاة الملك سلمان. وهذه المصادر نفسها منذ عام 2015 وهي تنشر نفس البيان، يعني بيان منذ 2015، أي منذ تولي الملك سلمان حفظه الله مقاليد الحكم داخل المملكة العربية السعودية، وهي تقول أنه توفي. نحن نتحدث عن 10 سنوات كاملة في حكم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. يعني تغيب هذه الإشاعات لفترة ثم تعود، وهذا الحساب يعني يعرف بأنه متابع من أكثر من 2 مليون شخص وأكثر. يعني ونسب لنفسه أنه يغرد من داخل القصر الملكي السعودي، وهذا شيء مؤسف جدا ومؤسف، لأنه ما زال هذا الحساب لحد الآن على موقع إكس ينشر لحد الآن الأكاذيب والخراطات. يعني مثل هذه والسعوديين خاصة، يعني هم لديهم الدراية الكافية أن مثل هذا الموقع، وأنا أخص مجتهد، أنه يعني أصبح يعني مراوغا، أصبح كاذبا، أصبح يعني فائخ الريحة، يعني بالكذب، يعني كذب وراء كذب وراء كذب. يعني إلى أين تصل هذه الكذبات وهذا الكذب الذي لا ينتهي معه؟ يعني سبحان الله، دائما في كذب. يعني يعني لا يكاد يوم أو يومين حتى ينشر مثل هذه التغريدات التي لا أساس لها من الصحة. وهو سوف يأتي هذا اليوم ويعلن فيه داخل المملكة العربية السعودية وفاة الملك سلمان، مثله مثل الملوك السابقين، مثله مثل المواطنين العاديين الذين يتوفاهم الله يعني بشكل، يعني هذه سنة الحياة، ليخرج بعدها مجتهد ويقول أنه كانت لديه المعلومة. وهو لا يكاد أن تمر 5 أيام حتى ينشر مثل هذه الكلمات الكاذبة. يعني دائما ينشر أن هناك محاولات انقلابية داخل العائلة المالكة، ونحن نرى ثباتا داخل العائلة المالكة، نرى دائما تسلسلا في مقاليد الحكم، نرى تنوع، خاصة الملك رغم كبر سنه نراه دائما في، يعني نراه دائما في لقاءاته في اجتماعاته الوزارية، خاصة في يوم الثلاثاء، ولا يكاد يعني شهر أو 15 يوم ليظهر الملك وبشكل طبيعي. أنا لا أقول أنه يظهر بلياقة بدنية عالية وأنه يمرح ويسير، فالرجل يعني في عمره 86 سنة، ونحن نحترم هذا العمر ونقدره، ونحترم أنه هو كرمز للمملكة العربية السعودية، لكنه ما زال على قيد الحياة وما زال يشتغل وفي منصبه. يعني لا نكذب، يعني حتى لو تكون معارضا لا تكون مبنيا على الكذب. يعني الكذب أصبح يفوح من مثل هذه المواقع، ومنها مواقع عديدة تنشر لهذا المجتهد، فنطلب الله الهداية لهم ولنا والجميع. يعني لما ننقل خبر نكون مسؤولون عليه وفقط. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.